اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة جديدة. الغرزة بتاعتنا بتتعمل من تكرار 4 سطور، وهي غرزة مجسمة او بارزة زي ما احنا شايفين كده. هنلاقي فيها غرزة الحشو والعمود بلفة وغرزة الكلاستر، يعني كلها غرز سهلة وبسيطة وكلها عارفينها. طبعا تقدري تشتغليها شال مستطيل او كوفية او تدخليها في كذا استخدام. ان شاء الله الغرزة تعجبكم وتبقى سهلة وبسيطة عليكم. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. انا هشتغل بخيط برنس السوفتي وهستخدم ابرة رقم 4. هبتدي اعمل عقدة البداية، والغرزة بتاعتنا بتتعمل من مضاعفات العدد 6، وبعد كده هزود 3 غرز سلسلة زيادة. فهبتدي ارتفع 6 غرز، ادي كده 3 4 5 6، وارجع ارتفع تاني 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. طبعا هتشتغلي كده لغاية لما توصلي لعدد السلاسل اللي انتي محتاجاها. انا هشتغل 36 غرزة سلسلة وارجع ازود معاكم 3 سلاسل. بالشكل ده كده انا وصلت لعدد السلاسل اللي انا محتاجاها. فاضل ان انا ازود 3 غرز سلسلة زيادة، دي 1 2 3. وهبدأ بعد كده اشتغل سطر اساس للشغل، لسه مش هبدأ تكرار الغرزة دلوقتي. فانا هبتدي اشتغل في رابع غرزة سلسلة، فهبتدي اعد ابتداء من هنا 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة هبتدي اشتغل عمود بلفة، وفي كل غرزة من السطر ده هشتغلها عمود بلفة. يعني السطر ده كله عبارة عن عواميد بلفة، مش هشتغل فيه لسه تكرار ال4 سطور. هكمل كده في كل غرزة عمود بلفة وارجع لكم. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله عواميد بلفة، وهبدأ السطر الاولاني من تكرار الغرزة. هبتدي ارتفع 3 سلسلة دول يعتبروا عمود بلفة، وهقلب الشغل الناحية التانية. وهبتدي اشتغل في تالت غرزة بعد كده، يعني هسيب غرزتين وهشتغل في الغرزة التالتة 3 عمود بلفة في نفس الغرزة. ده كده تاني عمود، وده التالت. يبقى انا اشتغلت 3 عمود بلفة في نفس الغرزة، وبعد كده غرزة سلسلة، وهرجع في نفس الغرزة تاني اشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هسيب 5 غرز، دي كده 1 2 3 4 5. وفي الغرزة الستة هكرر اللي انا اشتغلته هنا، هشتغل 3 عمود بلفة في نفس الغرزة، غرزة سلسلة، وهرجع في نفس الغرزة تاني هشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. وهكرر تاني، هسيب 5 غرز، 1 2 3 4 5. وفي الغرزة الستة هدخل اشتغل فيها 3 عمود بلفة في نفس الغرزة، غرزة سلسلة، وهرجع في نفس الغرزة تاني اشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. هكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر. فاضل معايا هنا اخر 3 غرز. هسيب الغرزتين دول وهدخل في اخر غرزة اللي هي عبارة عن 3 سلاسل. هدخل في تالت غرزة سلسلة هشتغل فيها عمود بلفة. يبقى انا كده نهيت السطر زي ما انا ابتديته. وهبدأ السطر التاني من تكرار الغرزة. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل فيها غرزة حشو، وهبدأ اقلب الشغل تاني عشان انا عايزة اشتغل عند العمود الاولاني. هنا زي ما احنا شايفين احنا عندنا هنا 3 عواميد. هقلب الشغل بالشكل ده، وهبتدي اشتغل في العمود الاولاني بالشكل ده كده حوالين العمود نفسه 4 غرز حشو. دي كده اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة بالشكل ده. وهاجي بعد كده اسيب كل الغرز ديت وهدخل في اخر
عمود اهو، ده اخر عمود بلفة. هدخل برضو حوالين العمود هشتغل كمان 4 غرز حشو بالشكل ده كده. اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، بالشكل ده كده. هيبقى شكلها بارز من الجنب ده كده اهو. وبعد كده هدخل ما بين الغرزة دي والغرزة دي، هدخل هنا اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. وهبدأ بعد كده اكرر، هقلب الشغل كده وهشتغل حوالين العمود ده 4 غرز حشو كده. اول عمود، اول غرزة، التانية، تالتة، الرابعة بالشكل ده. وكمان اخر غرزة عمود بلفة هنا هدخل اشتغل برضو حواليها 4 حشو، 2، 3، 4 بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل هنا في الفراغ ده، ومش فراغ سلسلة، هدخل اشتغل فيه غرزة حشو وهرجع اكرر. هقلب كده الشغل بالشكل ده وهشتغل حوالين اول عمود 4 حشو، 2، 3، 4. واخر عمود برضو هشتغل حواليه 4 حشو، 1، 2، 3، 4 بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل في الفراغ ده اشتغل حشو بالشكل ده كده. هيبقى شكلها. هكمل كده لنهاية السطر بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر. باقي معايا هنا اخر 3 سلاسل اللي هي عبارة عن عمود بلفة. هدخل في تالت غرزة سلسلة هشتغل فيها غرزة حشو. يبقى انا كده خلصت السطر التاني من تكرار الغرزة، وهتبقى بارزة من جنب، والناحية التانية طبعا مش هيبقى الشغل بارز زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ السطر الثالث من تكرار الغرزة. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 3 سلسلة دول عمود بلفة، وهقلب الشغل الناحية التانية. وهبتدي ان انا ادخل في الفراغ بتاع الغرزة السلسلة، يعني هسيب العمودين دول وهدخل في الفراغ هنا هشتغل غرزة كلاستر من 3 عمود بلفة. طبعا مش هكملهم للنهاية، هبتدي اشتغل كده اول عمود ومش هكمله، وهشتغل كمان تاني عمود ومش هكمله، وتالت عمود ومش هكمله. معايا 4 حلقات هلف واخرج ال4 حلقات. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهرجع اكرر تاني في نفس الفراغ هشتغل كمان كلاستر من 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. وهسحب ال3 حلقات دي كده تاني كلاستر معايا. بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان كلاستر من 3 عمود بلفة ومش هكملهم للنهاية، وهلف واخرج الحلقات كلها. يبقى انا الفراغ بتاع الغرزة السلسلة بشتغل فيه 3 غرز كلاستر، ما بين كل غرزة والتانية فيه 3 سلسلة. بعد كده هدخل برضو هسيب بقى الجزء ده وهدخل كمان هكرر تاني هشتغل 3 كلاستر كمان في الفراغ ده، وهكرر برضو هسيب العمودين دول وهدخل هنا هشتغل برضو ادي كده اول كلاستر من ال3 بالشكل ده. وبعد كده 3 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان كلاستر بالشكل ده، 3 سلسلة، وكمان هدخل اشتغل تالت غرزة كلاستر. يبقى انا الفراغ بشتغل فيه 3 كلاستر ما بين كل غرزة والتانية فيه 3 سلسلة، وهكرر كده بنفس الطريقة. هدخل برضو هنا في الفراغ ده في كل فراغ بقى هدخل اشتغل فيه 3 كلاستر ما بين كل كلاستر والتانية فيه 3 سلسلة بالشكل ده كده. انا وصلت
لنهاية السطر. اشتغلت السطر كله بنفس الطريقة، واخر كلاستر اهي معايا. فاضل ان انا انهي السطر هنا عند اخر غرزة هنا بعمود بلف بالشكل ده كده اهو. وبعد كده هشتغل السطر الرابع والاخير من تكرار الغرزة. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. بعد كده هسيب غرزة الكلاستر دي وهيقابلني الفراغ بتاع 3 سلسلة، هدخل اشتغل فيه 3 حشو بالشكل ده. وبعد كده هرتفع غرزة سلسلة، هسيب غرزة الكلاستر التانية او اللي في النص، وهدخل في الفراغ بتاع ال3 سلسلة هشتغل فيه كمان 3 حشو بالشكل ده كده. بعد كده هدخل في الفراغ ده اللي هو ما بين الكلاستر دي والكلاستر دي، هشتغل حشو بالشكل ده كده. وبعد كده هكرر تاني، هدخل في الفراغ بتاع ال3 سلسلة هشتغل 3 حشو غرزة سلسلة، وهدخل في الفراغ التاني هشتغل فيه 3 حشو برضو بالشكل ده. هدخل هنا في الفراغ اللي ما بين الكلاستر دي والكلاستر دي اشتغل حشو، وهكرر كده بقى بنفس الطريقة. هدخل هنا في الفراغ بتاع 3 سلسلة هشتغل فيه 3 حشو. بعد كده هرتفع غرزة سلسلة، وهدخل في الفراغ التاني اشتغل فيه 3 حشو، والفراغ ده هشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده كده. هكمل كده بنفس الطريقة وارجع لكم. وصلت كده لنهاية السطر. فاضل معايا اخر غرزة اللي هي 3 سلاسل، هدخل اشتغل في تالت غرزة سلسلة غرزة حشو. يبقى انا كده نهيت السطر الرابع من تكرار الغرزة، وهبتدي اكرر الاربع سطور تاني. هبتدي ارتفع اول سطر 3 سلسلة اللي هو عمود بلفة، وهقلب الشغل الناحية التانية، وهبتدي اسيب ال3 حشو دول، وهيقابلني هنا الغرزة السلسلة اللي انا اشتغلتها في السطر اللي فات، هدخل اشتغل فيها 3 عمود بلفة. ده كده بكرر السطر الاولاني من تكرار الغرزة. وبعد كده هرتفع غرزة سلسلة، وهدخل في نفس الغرزة تاني اشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. يبقى انا بكرر السطر الاولاني، وبعد كده هكرر بقى، هسيب كل الجزء ده وهدخل تاني عند الفراغ بتاع الغرزة السلسلة هشتغل فيه 3 عمود بلفة غرزة سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل فيه 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. هكرر، هسيب كل الجزء ده وهدخل في الفراغ بتاع الغرزة السلسلة هشتغل فيه 3 عمود بلفة غرزة سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هنهي السطر هنا في اخر غرزة حشو بعمود بلفة بالشكل ده. يبقى انا خلصت السطر الاولاني من تكرار الغرزة، وهشتغل معاكم السطر التاني. هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو. بعد كده هيقابلني اول عمود بلفة هنا، هبتدي اقلب الشغل وهدخل كده اشتغل حوالين العمود 4 حشو 2 3 4. وكمان هدخل هنا في اخر عمود هشتغل برضو حواليه 4 حشو بالشكل ده كده 3 4. وبعد كده هدخل هنا اشتغل حشو ما بين الغرزة دي والغرزة دي هشتغل برضو غرزة حشو، وهكرر تاني هدخل اشتغل حوالين اول عمود هنا 4 حشو 2 3 4 بالشكل ده.
وهشتغل حوالين اخر عمود هنا برضو 4 حشو، 2 3 4. وبعد كده هدخل هنا اشتغل كمان غرزة حشو، وده هيبقى شكلها من الظهر او ده الوش بتاعها بالشكل ده كده. وهكمل كده بنفس الطريقة. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله بنفس الطريقة، وده يعتبر ظهر الشغل، الوش بتاع الشغل اللي فيه الغرزة البارزة زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ اكرر بقية السطور تاني اللي هو السطر التالت والرابع. السطر التالت اللي انا بشتغل فيه غرزة الكلاستر، بشتغل فيه 3 كلاستر ما بين كل غرزة والتانية فيه 3 سلسلة. والسطر الرابع بشتغل فيه حشو. هكمل كده السطور بنفس الطريقة. طبعا تقدري ترجعي لي الفيديو تاني عشان تشوفي تكرار السطور. وبعد كده هرجع اشتغل معاكي او انهي معاكي الشغل بسطر من العواميد بلفة زي البداية هنا. هنهي الشغل بسطر من العواميد بلفة. طبعا العواميد دي بشتغلها لو انتي عملتي كوفية او شال مستطيل. انا هشتغل جزء من الشغل وارجع اوريكم شكل الغرزة عامل ازاي. ده شكل الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهو. فاضل ان احنا نعمل حرف هنا من العواميد بلفة زي البداية هنا عشان ننهي بيها الشغل. وطبعا اخر سطر احنا اشتغلناه هنا السطر الرابع من تكرار الغرزة. هنبتدي بقى نشتغل مع بعض. هنرتفع 3 سلاسل. ال3 سلاسل دول يعتبروا اول عمود بلفة، وهنقلب الشغل الناحية التانية. هيقابلني ال3 غرز حشو اللي انا اشتغلتهم في الفراغ بتاع ال3 سلاسل. هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. ده كده تاني عمود وتالت عمود بالشكل ده كده. بعد كده هسيب هنا الغرزة او غرزة السلسلة اللي انا اشتغلتها، وبرضو هشتغل في ال3 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. يبقى انا هسيب الغرزة ديت وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة، وكمان اللي بعدها عمود بلفة بالشكل ده. وبعد كده هشتغل في ال3 غرز اللي ورا بعض برضو كل غرزة عمود بلفة. يبقى انا بشتغل عادي في كل غرزة عمود بلفة، بس باجي عند الغرزة السلسلة اللي ما بين ال3 حشو دول وال3 حشو دول. هنا في غرزة سلسلة اللي كنت بشتغل فيها السطر الاولاني من تكرار الغرزة، انا هسيبها ومش هشتغل فيها عمود بلفة. هعديها وهشتغل في الغرزة اللي بعدها، وكل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده كده. وهرجع اكرر هشتغل في كل غرزة عمود بلفة. هتقابلني الغرزة السلسلة هسيبها وهشتغل في ال3 غرز اللي بعدها كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. انا هشتغل كده لنهاية السطر. بالشكل ده كده انا اشتغلت السطر كله عواميد بلفة. وزي ما قلت لكم قبل كده ان العواميد دي بشتغلها لو انا هعمل سكارف او شال. وزي ما احنا شايفين كده الغرزة مديانا شكل بارز، شكلها جميل وبسيطة. اتمنى ان الغرزة تكون عجبتكم. متنسوش لايكات كتير على الفيديو. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.